شايفين هريسة الشطة الجميلة الرائعة اللي لونها تحفة جدا بمقادير بسيطة. تعالي نعملها كده مع بعض ونشوف جمال هريسة الشطة اللي بنعملها للسنة. بارد او ممكن تعمليها نص بارد ونص سبايسي، ممكن تعمليها كلها سبايسي شطة خالص. هنا حطيت اول حاجة غسلت كل الفلفل الاحمر اللي انا عندي كله، كبة حطيت فيها الفلفل، فرمت الفلفل كله حطيته على النار. الهريسة لما بتبقى على النار لما بتسبكيها بتفضل زي ما هي، مش بتبوظ منك بسرعة زي العادية الباردة اللي من غير اي غليان. ممكن تعمليها باردة لو انت حابة تفرمي الفلفل وتحطيه زي ما هو في البرطمانات، لكن الافضل لما تسبكيها على النار افضل، بتشيل المية كلها اللي في الفلفل. وكمان لو في فلفل رومي افضل، الاحمر بيبقى حلو جدا. تعملي الفلفل الرومي ده، ممكن تعملي الفلفل الالوان الاحمر، معاكي اختيارين الاتنين ينفعوا. بس طبعا الفلفل الرومي ما بيكونش فيه نسبة المية اللي بتكون في الفلفل الالوان. الفلفل الالوان بتكون فيه نسبة مية. انا هنا حاطة فلفل الوان وفلفل رومي الاتنين مع بعض، وحطيت معلقة كبيرة من الملح، وهحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وممكن تحطي بابريكا لو انت حابة تحطي بابريكا، مش اكتر من كده. في الملح، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الثوم، مش اكتر من كده. هريسة الشطة تكون كلها اتبخرت كده تماما، يبقى كده خلاص معانا الهريسة. بقت نص عصرة ليمونة او نص ملح ليمون، نص معلقة صغيرة من الملح ليمون. وهسيبها كده على نار تسبك كده لحد ما كل المية اللي في الهريسة الشطة دي كلها تشرب، الفلفل يشربها تماما كده، علشان يطلع معانا احلى هريسة شطة، وتفضل معانا للسنة بتفضل زي ما هي احلى هريسة شطة. وهننزل كمان بحوالي ربع كوباية من الزيت، كل السوائل. وهنا خلاص عملنا هريسة الشطة على نار هادية. سيبيها كده لحد ما تتشرب كل المية خالص اللي فيها، لحد ما الزيت اللي انت حطاه تلاقيه طلع في الجناب كده. خلاص تلاقيها كده، طول ما طلع الزيت من الجناب هتلاقيها كده خلاص معاكي بقت تمام جدا. شايفين اللون تحفة جدا بتاع، بتخش في المخللات، بتخش في اي تخليل، في اي في السمك، في اي تتبيله انت حباها كتير ورخيص. فما للسوق ممكن تعمليها بحاجات بسيطه زي ما احنا عملناها كده. جبنا الفلفل غسلناه غسله حلوه، وبعد كده فرمناه في الكبه، وبعد كده نزلنا بيه حطيناه على النار، سيبناه كده على نار هاديه لحد ما يتشرب كل الميه بتاعه الفلفل. وقلنا ممكن ينفع فلفل رومي وممكن ينفع فلفل الوان، وكمان الافضل لو فلفل رومي ما بيبقاش فيه ميه كتير زي الفلفل الالوان، بس الاتنين ينفعوا شغالين يعني. الاتنين ممكن تعملي نص سبايسي ونص بارد، تبقى الهريسة مش حراقة قوي يعني. دي حاجاتك انت لو حابة تعمليها بالفلفل السبايسي بس الاحمر تنفع، زي ما انت حابة تعمليها بأي نوع من أنواع الفلفل. وحطينا عليها ربع كوباية من الزيت، حطينا عليها معلقتين كبار من الخل، حطينا عليها ملح، حطينا عليها نص ليمونة أو ملح ليمون، رشة من ملح الليمون عشان يحافظ عليها. بحاجات بسيطة عندنا في البيت هتعمليها طول السنة، هتفضل معاكي في الفريزر. هتتحفظ ازاي؟ تتحفظ في الفريزر في برطمانات كده، هسيبها تبرد خالص، وبعد كده هحطها في البرطمانات وهحطها في الفريزر. كل ما عاوز اطلعها من الفريزر علشان ما تبص معانا طول السنة، بتفضل زي ما هي زي